بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، أهلا ومرحبا بكم. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض الفطار القمر الحلو ده. هنعمل مع بعض سندوتشات الفلافل أو الطعمية، وهنعمل شوية فول بزيت وليمون، ونظبط كده فطار حلو قوي. طيب هنا أنا حطيت زيت في الطاسة القمر دي. طبعا بصوا، يعني هي دي حاجة مميزة لحريم ونساء المجتمع المصري، اللي هو الطاسة المحروقة اللي بصوا تعبت تعب السنين كله. المهم حمرت شوية بطاطس زي ما انتوا شفتوا بالشكل دوت. عارفة لو عندك 10 طاسات جداد برضو هي دي اللي بيحلالك ان انت تشتغلي فيها يعني. طيب تمام. بعد كده انا جبت عجينة الفلافل اللي كنت حافظاها في الفريزر، طلعتها فكت، بدأت احط عليها نص معلقة من بيكربونات الصوديوم، اللي هي البيكنج صودا، اللي هي بنسميها بالبلدي كده كربوناتو. وهنا بحط نص معلقة صغيرة من الملح، كل ده على عجينة الفلافل. وهنا بحط نص معلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان بحط نص معلقة صغيرة من الكمون. لو عايزة تحطي بابريكا حطي، عايزة تحطي هريسة شطة حطي تحشيها بيها يعني. ده حاجة ترجع لك، كلها حاجات في متناول ايدك انت يعني. بقلب الكلام ده كله مع بعضه يمين شمال شمال يمين لحد ما يختلط تماما وتماما. طبعا هنا شلت المعلقه واديله بايديا عشان تديكي عجينه حلوه كده لينه طريه سهله تقدري. وكمان التوابل اللي احنا حطيناها فيها تختلط بها تماما، وعشان تطلع قراص جميله حلوه في النهايه. تمام. يلا يا قمر يا حلوه انت وهي، حطوا اللايك. اختي الكريمه، اخي الفاضل، اللايك يا حبايب قلبي، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. بدأت هنا بصي بقى امسك اعملها قراص في ايدي. شوفي الجمال والطعامة، متماسكة متجانسة، ريحتها حلوة قوي، التوابل فيها تحفة. ببدأ هنا عندي كمان شوية من السمسم في طبق اهو. السمسم طبعا قيمة غذائية عالية، على فكرة السمسم ده غني جدا بالكالسيوم، بديل للحليب والجبنة القريش والألبان والحاجات دي كلها. طيب هنا ببدأ أجهزها طبعا على هيئة أقراص أو أصابع، الشكل اللي انت حباه. عايزه بقى هنا تعملي القرص دوت وتحطي فيه هريسه الشطه في النص، وتقفلي عليها بعجينه تاني وتقفليها كويس وتحمريها، برضو مفيش اي مشكله. لكن انا عملتها النهارده من غير هريسه الشطه، تبقى بالقمر الشكل اللي انت شايفاه ده. تمام كده. بعد ما خلصتها ببدا احط برضو الزيت في نفس الطاسه القمر العسل دي، الطاسه اللي منوره البوتاجاز. كل المجتمع المصري ما يقدرش يشتغل غير بالطاسه دي. يعني عارفين، ماركه مسجله كده عندنا. اهو دي اصابع زي ما انا بوريكي كده، وقبلها انا حطيت اقراص. اعمليها بقى زي اصابع الكفته زي ما انت عايزه، او اقراص اللي يريحك. بس في السندوتشات بصفه عامه الاصابع بتريح، بتبقى سهله وسلسه في عمل السندوتشات. طبعا ده فطار بسيط، فطار تقليدي، اعتاد عليه المجتمع المصري، كل الاسر او البيوت المصريه. الفطار المميز عندها او المعتاد بالنسبه لها هو الفلافل، الطعميه، والفول بالزيت والليمون او بالطحينه او بالخلطه، والبطاطس المحمرة والبدنجان المخلل مع شوية مخللات مع شوية سلطة. هو ده أكلنا المعتاد في الفطار يعني. بصوا بقى هنا زي ما انتوا شايفين الفول اهو، انا حطيته طبعا برضو كنت مدمساه معاكم في القناه. طلعت كيس من الفريزر وبدات احطه في الطاسه او المقلايه دهيت على النار. عايزه اقول لك ان احنا بنختلف عن معظم شعوب العالم. عندك اللبنانيين يقول لك على الفطار الترويقه، ويحطوا بقى فيها ايه، صفايح وفطاير وجبنه وزبده وقشطه ولبنه وحاجات كده انتيكه ببعضها كده. نفس القصة الشعب السعودي، يحط الجبنة البيضة، يحط مثلا القشطة، اللبنة، الفطاير، مثلا الصفايح اللي هي الزعتر او الصفايح الخضار يعني الى اخره. احنا بقى بالنسبة لنا مميزين بالفول والطعمية، الفلافل والفول. الحمد لله على نعم ربنا، حلو قوي. كل شعب ليه تراث معين او ثقافة معينة في نمط وجباته، او في الفطور بتاعه، او حتى في المشروبات. الحاجة الوحيدة اللي بنشترك كل دول العالم فيها هو الشاي والقهوة. ركزوا كده هتلاقوا دي الحاجة الوحيدة اللي كلنا بنشترك فيها، مفيش مجتمع الا وداخل فيه الشاي والقهوة، مع اختلاف انواع القهوة طبعا يعني. هنا انا بقى ايه، حطيت على الفول بتاعي بعد ما هرسته قوي بالشوكة او بالمعلقة، او لو عندك هراسة الاختراع الحديث ده اعملي بيه مفيش مشكلة، اعملي بيها. انا هرسته بالشوكة هنا، وبدأت انزل عليه سنة من الكمون وسنة من الفلفل الاسود وسنة من الملح، وعصرت عليه عصير ليمونة. وفي بعد كده هبدأ احط عليه زيت صافي او زيت ذرة نقي او صافي، يفضل تحط عليه زيت حلو علشان يديله طعم حلو قوي في الاكل.
اتمنى ان يكون الصنف بسيط وسهل. طبعا كلنا معتادين عليه. البطاطس هنا في الطبق زي ما انت شايفه اهيت، وده الفول بقى بدات احط له شويه حبشتكنات كده، وده العيش عندي اللي هو خبز الكريب اللي هنعمل منه سندوتشات الفلافل دلوقتي، والخبز البلدي الاسمر العادي ده صحي على فكره يا بنات. هنا هبدا اعمل فيه سندوتشات الفول زي ما انت شايفه كده، مع شوية مخلل بقى، مع معلقتين كاتشب او مايونيز، او سلطة طحينة. الكلام ده كله حلو قوي جنب الاكل، وانتي تقدري تعمليه بامكانياتك جوه بيتك بالتكاليف اقل. هنا شوية جرجير متقطعين برضو ببدأ اطعم بيهم الاكل. على فكرة عايزة اقولك ان الجرجير قيمته الغذائية عالية جدا، غني جدا بالفيتامينات، غني جدا بالحديد الناس اللي عندهم انيميا، غني جدا بالاملاح المعدنية والفيتامينات. فالجرجير فوائد عظيمة جدا. دخليه دايما في اصنافك، وبعدين ده رخيص مش غالي قوي يعني. تمام كده. هنا بدأت اهوت اعمل الخبز البلدي. احشيه بالفول اللي هو بالزيت والليمون، وطبعا ده صنع ايديكي في بيتك. اجمل حاجه ان انت تاكلي ولادك وافراد اسرتك من صنع ايدك بامكانياتك المتوفره جوه البيت. حط اللايك يا قمر انت وهي، ما تنسوش تحطوا اللايك، واللي مش مشترك لسه لحد دلوقتي في قناتي يشترك، هيشرفني طبعا اشتراككم، وهيدعمني قوي انك تدعمي الفيديو باللايك، والتعليقات الحلوه اكيد بتساعدني. ربنا يسعدكم يا رب في حياتكم وباولادكم. ده هنا خبز الكريب اهو اللي احنا عملناه مع بعض في القناة. ببدأ هنا ايه احط الخبزة زي ما انت شايفة كده في حاجة مسطحة، وببدأ هنا انزل معلقة من الكاتشب. لو عندك سلطة طحينة ماشي، عندك سلطة زبادي ماشي، عندك كاتشب ماشي، مايونيز ماشي، ما عندكيش حاجة خالص برضو ماشي ماشي ماشي، يعني ما فيش مشكلة. بصي يا حبيبتي، مشي امورك حسب المتوفر وامكانياتك اللي متوفرة عندك. الحمد لله على نعم ربنا علينا كتيرة. هنا بقى هنا قطع من الخس متقطعة كده، ببدأ احطها في السندوتش او في الرغيف او فوق الخبزة بتاعتي بعد ما حطيت كاتشب. وهنا بقى قطع زيتون، كان 3 4 حبات زيتون كده، بدأت اقطعهم الى شرايح وبدأت انزلهم برضو هنا في السندوتش بتاعي. هيبقى سندوتش بقى ما اقولكوش قنبلة، سندوتش كده تاكليه تقعدي طول اليوم عليه ولا تحس بجوع. مية مية. هنا بدأت انزل بقى شرايح البطاطس او اصابع البطاطس على الخاص بتاعي. هنا بقى الفلافل القمر بتاعتنا دي اصابع اهيت، عسل عسل عسل. شو بوريك انها مستويه من جوه ومتحمره من بره وجميله. طيب عايزه اقولك لما تكوني هتعملي الفلافل سندوتشات لازم تحمريها كويس علشان ما تبقاش بايشه في السندوتش بتاعك. تمام كده. تمام يا قمر انت وهي. يلا يا قمر يا حلوه، اعملي فطورك واعملي عشاكي من امكانياتك جوه البيت. واحنا كلنا عارفين مهما تحطي اجبان، وبعدين اسعار الاجبان دلوقتي طلعت في السما، يعني أنا نقول جبنه رومي، جبنه موزاريلا، جبنه بيضه، جميع انواع الاجبان غليت، الحليب غلي، الحاجات دي كلها غاليه جدا. فانا ممكن هنا برضو هنا الفول والفلافل او على كده برضو غاليه، بس انت لما تعمليها في البيت هتبقى معاكي بوفر شويه. ببدا الف السندوتش بتاعي بعد ما حطيت فيه شريحتين طماطم ولفيته بالطريقه القمر اللي انت شفتيها دي. هنا بقى لو عايزه تلفي السندوتش عشان يبقى في ايد الاولاد سهل ياخدوه ويتناولوه بسهوله، او لو انت عايزه تعمليه وتدخليه فرن البوتاجاز شويه او الميكروويف، بجيب ورق اللي هو الزبده الشفاف، وببدا هنا في المره دي بقى انا بدات احط الخس الاول، وبدات انزل عليه شرايح الزيتون او قطع الزيتون يعني، وبعد كده هبدا انزل عليه الفلافل بتاعتي اهيت، وبعدين احط اصابع البطاطس، واخلي الكاتشب هو اخر حاجه في السطح من فوق. وزي ما قلت لك تقدري لو عندك سلطه زبادي، مايونيز، طحينه، كاتشب، ايه اللي متوفر عندك. ما عندكيش اي حاجه من دي خالص برضو ما فيش اي مشكله. تقطعي شريحتين طماطم، لو عندك خيار قطعي برضو قطعتين شرايح كده خيار وبرضو حطيهم. كل ده تدعيم للصنف. الجرجير حلو قوي 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 ورخيص مش غالي، فلما تقطعي منه تحطي في السندوتشات ده حلو قوي. ببدأ هنا ألم الحشوة بتاعتي زي ما انت شايفة كده، وألف واضغط ألف واضغط عشان السندوتش بتاعي يبقى طالع ايه، ماسك نفسه كده، واعرف امسكه او الاطفال يعرفوا يمسكوه ويتناولوه. اهو ورقة الزبدة بلفها معاه او ورقة الشفاف دي، ببدأ الف السندوتش بتاعي فيها. وتقدري في الحالة دي تدخليها الميكروويف او فرن البوتاجاز تسخن شوية، او تحطيها حتى في طاسة على النار، على نار هادية، هيسخن ويبقى كأنه لسه جاي من المطعم بالظبط. ألف هنا على قلوبكم. أتمنى أن يكون سهل وسريع وبسيط. آدي سندوتشات الفلافل، وآدي سندوتشات الفول بالزيت والليمون، ودي بواقي الفلافل والبطاطس والفول.
يا رب يكون سهل وبسيط عليكم، واكون قدرت اقدم لكم ولو معلومة بسيطة صغيرة. البنات الصغيرين اجمل امنياتي ليكم بدوام الصحة والسعادة. ما تنسيش تدعميني باللايك، ودعوة منك حلوة تسعدني. وادعوا لأمواتنا في دعواتكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. استودعتكم الله.